سلام المسيح معكم يا حبايب. دلوقتي في يوم عادي جدا، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026، صحت مصر كلها على خبر هز كل بيت مصري. أسرة كاملة، أب وأم وبنتين، اتقتلوا مش على إيد غريب ولا على إيد حرامي ولا حد ما يعرفهمش. اتقتلوا على إيد صديق كان بيدخل بيتهم وبياكل على سفرتهم. النهاردة مش هقول لكم الخبر، بس زي ما هو متداول على السوشيال ميديا انا هحكي لكم القصة الكاملة زي ما جت في التحقيقات الرسمية. وهنقف مع بعض عند السؤال الأهم: احنا كمسيحيين ايه اللي المفروض نتعلمه من المأساة اللي زي دي؟ الأسرة كانت ساكنة في حي النرجس بالتجمع الخامس. الأب اسمه أسامة نصيف، صاحب مطبعة ورجل معروف انه ميسور الحال، متجوز من أمل سعد رياض، ومعاهم بنتين، هيلين عندها 16 سنة وليليان عندها 14 سنة. الحكاية بدأت لما أخو أسامة اللي اسمه ماجد نصيف حس إن أخوه مش بيرد عليه من كذا يوم، وإن في عربية ملاكي واقفة في الشارع من كذا يوم برضه من غير ما حد يلمسها. الموضوع بدأ يبان غريب. بلغ الشرطة وبدأت التحريات، وهنا بدأت الحقيقة تتكشف بالتدريج. المباحث لقت في العربية جثث الأم أمل وبنتها هيلين وليليان. وبعدها بفترة قصيرة وبتتتبع بيانات الأسرة، وصلت الشرطة للشقة اللي كانت الأسرة ساكنة فيها، ولقوا جثة الأب أسامة جواها. الصورة اكتملت، أسرة كاملة، 4 نفوس راحوا في يوم واحد. اللي صدم الناس كلها إن المتهم ما كانش غريب عن الأسرة أبدا، كان صديق قديم لأسامة، وربطته بيه علاقة شغل وشراكة مالية من سنين. كان في خلاف على مبلغ من الفلوس بينهم، أسامة كان طرف فيه، والمتهم حس إنه مظلوم أو إنه مش قادر يسدد اللي عليه. وبدل ما يحل الموضوع بطريقة عادية ودية، خطط للانتقام. بحسب التحقيقات، المتهم دخل على أسامة في شقته وضرب عليه النار، وبعدها بدم بارد اتصل بمراته أمل وقال لها إن جوزها اتعرض لحادثة، وطلب منها هي وبناتها ينزلوا يركبوا معاه عشان يوصلهم للمكان بتاع الحادثة. وهناك في السيارة أنهى حياتهم هما التلاتة. أخو الضحية ماجد نصيف قال في تصريحات تلفزيونية إن الجريمة ملهاش علاقة بالسرقة خالص، لأن عربية أسامة الغالية وعربية مراته ودهب أمل ولا حاجة منهم اتسرقت. الدافع بحسب كلامه كان حقد وغل بسبب خلاف مالي قديم، مش أكتر ولا أقل. المتهم اتقبض عليه واعترف بالواقع. في حاجات كتير انتشرت في الأيام اللي بعد الحادثة على طول، بس معظم الناس ركزوا بس على الخبر الرئيسي: وفاتهم. تفاصيل مهمة جدا في القصة: أولا، المتهم ما كانش هيتوقف عند القتل. بعد ما ارتكب الجريمة، المتهم رجع تاني للعقار اللي الأسرة كانت ساكنة فيه، وحاول يدخل الشقة، بس اتفاجئ بوجود حارس العقار اللي هو البواب، فما قدرش يطلع وانسحب. الغريب انه بحسب التحقيقات كان مخطط يرجع تالت مرة بالليل عشان يكمل اللي جاي عشانه اصلا، وهو نهب محتويات الشقة. يعني القتل نفسه ما كانش الهدف النهائي بالنسبة له، كان مجرد وسيلة. تاني حاجة، مكان الجريمة الحقيقي: المتهم ما استدركش الزوجة وبناتها لمكان قريب، بس هو قال لهم انه هيوصلهم لمكان الاب المصاب، وفعلا وجههم لطريق السخنة، وهناك تم تنفيذ الجريمة الكاملة في العربية. ثالثا، تفاصيل الطب الشرعي. بحسب بيان النيابة العامة، الأب اتصاب بثلاث أعيرة نارية، والزوجة والبنتين اتصابوا ب5 أعيرة نارية إضافية، يعني إجمالي 8 رصاصات قاتلة في الواقعة كلها. رابعا، إزاي النيابة وصلت للمتهم؟ حاجة مهمة لازم تتقال: النيابة ما اعتمدتش على اعتراف المتهم كأول دليل. التحقيقات تتبعت خط سير الضحايا بالكامل من خلال كاميرات المراقبة في المنطقة، وجمعت أقوال الشهود
اللي كانوا على تواصل مع الأب قبل مقتله مباشرة. يعني لما واجهوا المتهم كانوا قدامه اوريدي شبكة أدلة رقمية وفنية متكاملة خلته يعترف من غير ما يقدر ينكر. خامسا، تمثيل الجريمة. النيابة العامة اصطحبت المتهم لمسرح الجريمة تاني عشان يمثل بالتفصيل ازاي نفذ الواقعة خطوة بخطوة، وده اجراء بيتاخد في القضايا الكبيرة عشان يتأكدوا من تسلسل الاحداث ويقفلوا اي ثغرة في التحقيق. سادسا، هوية المتهم. المتهم معروف في التحقيقات باسم وليد جيم، وهو صديق قديم للأب أسامة، وكانت بينهم شراكة وعلاقة عمل من سنين، وده اللي خلى القصة أصعب على قلب أي حد يسمعها، لأن الأسرة كانت واثقة فيه تماما. بعد التحقيقات النيابة العامة في القاهرة الجديدة قررت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات عشان يتحاكم محاكمة جنائية عاجلة، وده معناه إن القضية دلوقتي في مرحلة المحاكمة الرسمية مش التحقيق، بناء على طبيعة الاتهام هو قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأربع أشخاص. اللي بيحصل عادة في القضايا اللي زي دي إن المحكمة بتاخد وقتها في سماع الشهود ومراجعة تقارير الطب الشرعي وأدلة كاميرات المراقبة قبل ما تتصدر حكمها. في قضايا القتل الجماعي المشابهة اللي فيها سبق إصرار وترصد غالبا بيكون في مطالبة من النيابة والمجتمع بأقصى عقوبة وهي الإعدام، بس الحكم النهائي بيفضل في إيد المحكمة لحد ما تخلص كل مراحل المحاكمة، وممكن ياخد شهور. يعني اللي احنا متابعينه دلوقتي مش نهاية القصة، دي بداية مرحلة تانية هي مرحلة العدالة والمحاكمة، وربنا وحده هو اللي عارف نهايتها. طب ليه بنحكي القصة دي في قناتنا؟ الكتاب المقدس بيقولها بوضوح: لأن المحبة المال أصل كل الشرور. مش المال نفسه هو الشر، لأ، لكن لما الإنسان يخلي الفلوس هي إلهه وهي مقياس كرامته وقيمته بيبقى قادر يعمل أي حاجة عشانها، حتى لو كانت جريمة بشعة ضد ناس كان يوما ما أصحابه. المتهم في القضية دي كان صديق العيلة، كان بياكل على سفرتهم ويسلم عليهم، يمكن كان بيسأل عليهم لما حد يمرض، ومع ذلك الحقد على خلاف مالي خلاه يمحي أسرة كاملة من الوجود. ده درس مرعب عن ازاي الخطية لو استمرت في قلب الإنسان من غير توبة بتكبر وتكبر لحد ما توصل لحاجة محدش كان يتخيلها. حاجة تلفت النظر في القصة إن الأم أمل نزلت مع بناتها تركب مع الراجل من غير أي تردد، لأنه ببساطة صاحب جوزها. احنا بنتعلم من هنا إن احنا محتاجين حكمة في علاقتنا، مش معنى إن احنا نبقى متربيين مع بعض، لكن معنى إن احنا نصلي ونطلب من الرب تمييز روحي. أصعب حاجة في القصة إننا بنتكلم عن بنتين لسه صغيرين، هيلين وليليان، اتقتلوا هما لسه في بداية حياتهم. الحزن ده حقيقي، ومحدش يقدر يقول كلام يشيل الألم عن قلب أي حد قريب منهم. إيماننا كمسيحيين بيقول لنا حاجة مهمة: الموت مش النهاية. احنا بنؤمن إن الأرواح دي لو كانت في إيد الرب ملهاش غير الراحة والسلام اللي مفيش زيه في الدنيا، وبنصلي من قلبنا لراحة نفوسهم وتعزيتهم. يا جماعة الحياة قصيرة وممكن تتغير في لحظة. النهاردة احنا بنتكلم عن أسرة كانت بتعيش حياة عادية وفجأة اتغير كل حاجة. خليكوا قريبين من ربنا، خليكوا حريصين ان قلوبكم تفضل نظيفة من اي حقد واي غل. مهما كان الخلاف خليكوا فاكرين ان اي علاقة او صداقة حتى لو صفقة مالية لازم تتبني على امانة وصدق، مش على مصلحة بس. واهم حاجة، صلوا من قلوبكم على أسرة أسامة نصيف وعلى كل أسرة بتمر بفقد مفاجئ زي ده. الرب وحده هو اللي يقدر يعزي القلوب المكسورة. لو الفيديو ده لمس حاجة جواكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبنحاول نقدم لكم كل جديد. مع السلامة.